صباح الفل يا حبايبي او مساء الخير، زي ما بتشوفون معاكم مناره واكل بيت على قد الايد. النهارده عملنا الحجازيه الجميله القمر اللي قدامكم دي، خفيفه وجميله جدا بسم الله ما شاء الله. انا اول مره اعملها، بس انا دقتها قبل كده، بس بصراحه اول مره اعملها. بس بسم الله ما شاء الله خفيفه وجميله جدا ما شاء الله. ان شاء الله جوه في الفيديو هتعرفوا الخطوات بتاعتها وازاي اتعملت. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل القمر ده اتعمل ازاي. اول حاجه كده معانا كوبايتين سميد وكوبايتين دقيق، كوباية سمنة، كوباية حليب، ومعانا للحشو بقى كوباية سكر، ربع كوباية مية، كوباية سميد، ربع كوباية قرفة، معلقة كاكاو، معانا بقى كوباية الحليب، معاها معلقة سكر، ومكعب خميرة أو معلقة خميرة. هنقلبهم كده وهنركنهم على جنب، ونيجي بقى نحضر الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا هنحط كوباية سميد، كوباية سكر، ربع كوباية القرفة، معلقة الكاكاو طبعا. وبعد كده هنقلبهم، وربع كوباية المية، ومعلقة سمنة. وبعد كده هنقلبهم بقى ايه، تقليب مستمر. هنعجنها طبعا بايدنا، مش هنحتاج بقى المعلقة، لان احنا عايزينها زي الرملة. نحس كده ان في ايدينا، ان هي في ايدينا زي الرملة كده، مبللة كده، م- مبللة كده زي الرملة. تمام. ونركنها على جنب حبايبي بعد ما نبسها كده، وهنركنها على جنب. تمام. نرجع بقى تاني للعجينه بتاعتنا. نحط كوبايتين الدقيق وكوبايتين السميد، مش هنحط سكر طبعا. ونحط كوبايه السمنه والكوبايه الايه الحليب اللي احنا حاطين عليها الخميره طبعا. تمام. ونبدا الاول كده، قبل ما نعمل الخميره هنبدا نبسهم الاول كده مع بعض. هنبدا كده نبسهم مع بعض، وبعد كده هنحط الحليب بالخميرة، ونبدأ بقى نعجنهم، بس مش عجن جامد، لا احنا يدوبك كده هنجمع العجينة، علشان احنا مش عايزين يكون فيها عرق. ناخد بالنا، لان دي لو احنا عجلنا فيه كتير هيعمل عرق معنا، ودي حاجة خطوة مش كويسة. فهنبسها بس كده خفيف، وبعد كده هنعجنها برضو ونسيبها. تمام. وبعد كده هنسيبها على جنب لما تخمر. بعد كده هنجيب القارب، هنحط فيه شوية سمنة. وبعد كده هناخد قطعة قطعة ونفردها في القارب، نخليها رقيقة كده، عشان ما تبقاش سميكة. تمام. ونبدأ نظبطها كده. دي أول خطوة في القارب بعد ما خمرت. وبعد كده هنجيب الخليط اللي احنا عاملينه الحشو بتاعها، ونبدأ كده ان احنا نحطها في النص كده، ونوزعها بالتساوي، تبقى كلها زي بعضها. حابه تعملها في قالب بايركس براحتك خالص، بس انت لو القالب البايركس هيكون مقداره يعني صغيره شويه. تمام. كل المقادير عندنا بكوبايه من الكبيره. تمام. ونبدا بقى علشان الطبقه اللي فوق هنجيب كيسين مع بعض نفتحهم بتوع السندوتشات. وبعد كده هنبدا نفرد العجينه، بقيه العجينه اللي عندنا. طبعا هي مش هتكون قدها بالظبط، هنبدا نساوي كده من الحروف عشان تطلع طول القارب. وبعد كده بقية العجينة دي برضو هنبدأ نظبطها في بقية حروف القارب. تمام. دي أسهل طريقة لفرد العجينة بتاعتنا اللي معانا للحجازية. ممكن تعملها في أول خطوة، عادي مفيش مشكلة. وبعد كده هنبدأ نحطها كده، ونبدأ نظبطها، ونبدأ نكمل بقية القارب، بقية العجينة اللي عندنا دي أهم خطوة. تمام. قبل ما ندخلها الفرن طبعا هنبدأ نجيب شوكة او اي حاجة عندك تعمل اي شكل كده فيها من على الوش، وبدأت ان انا اخرم فيها كده، بحيث ان هي تكون كلها متساوية. اهم حاجة تكون كلها متساوية زي بعضها، دي اهم حاجة. نبدأ نعمل شكل جميل كده، ونكون مجهزين الفرن مولعينه طبعا. وقبل ما ندخلها الفرن لازم نقطعها مربعات، على شكل صوابع رفيعة كده. انت زي ما بتحب التقطيعة بتاعتك تقطعيها. وهنبدأ بقى ندخلها الفرن على فرن حامي، ساعة ما تحمر من فوق، من تحت هتحمر من فوق، لأن هو الفرن بيوزع الحرارة مع المروحة بتاعته، بيوزع الحرارة، فبتبقى لونها بتطلع اللون ده زي ما قدامكم كده بسم الله ما شاء الله. بصراحة كانت طعمها جميل وكانت تحفة. أتمنى إن انتوا كلكم تعملوها، خفيفة جدا. اعملوا حاجتكم بحب في المطبخ، وفرحوا أولادكم. ودي بقى محتاجة بقى في الشتاء طبعا ما شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من أم منار. وأقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.